حبسي حبسي واحد مانيسا واحد غير. محبة الناس رزق عظيم من الله وكنز ليس له ثمن، حتى لو أنفق المرء عليه كنوز الدنيا. قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الحمد لله الذي وهب لنا أحبة أغلى وأعز من كنوز الأرض. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. وحتى طولت عليكم الغيبة شوية، الحمد لله على الصحة والعافية. وش راكم البنات؟ وش أحوالكم؟ نتمنى راكم كامل بصحة جيدة ومهنيين إن شاء الله يا رب العالمين. قبل أن نبدأ الفيديو نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حبيت نشكركم على تعليقاتكم اللي خليتوهم لي في فيديوهات اللي فاتوا. ما شاء الله تبارك الله، التعليقات كانت في القمة. راني ريبوندي عليكم قدر الإمكان يا البنات. المهم زيدوا شجعوني ودعموني إذا شفتوني نستاهل بهذاك الجام وتعليقاتكم الرائعة، سواء شكر أو انتقاد. أنا نتقبل انتقادات البناءة ونعتبرها نصائح. درت لكم هذا الروتين خفيف تاع غير ما شاف أحمد. كنت في دار شيخي، هذا كان سبب غيابي. رحنا لجوزتي، كانت مريضة شوية، ربي يشفيها ويشفي جميع المرضى المسلمين. جينا في الليل وصباح صبحت على روتين خفيف، لقيت كلش ناقص. رحنا لو سوبيرات باش نصرفو شوية مصروف، وش كان ناقص جبت. كما قلت لكم خملتوني تويت غير ما شاف احمد. خملت الشمبرة تاعي وتاع الولاد، الدوش، الكوزينة، يعني باش كي نروح لسوبيرات نصرفو ونجي نلقى الدار مخملة. مباشرة ندخل ندس المصروف على نظافة. شرينا طماطم تاع قوطي، شوية حبوب، عدس أحمر وعدس أخضر، جلبانة كاسي روز وليبات وقرنطيطة وشوي مصبرات تاع فرماج ومطارد وتونة، زيتون، منظفات. كما راكم تشوفوا غير الحوايج الأساسية برك. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. الواحد يقول دايما الحمد لله، قد ما نحمدو ربي على فضله وعطائه راح يعطينا قد ما عطانا أضعاف مضاعفة. ولله الحمد، يعني نحمدو ربي في كلش، في صحتنا، في رزقنا، مهما يكون قليل نحمدو ربي باش يعطينا الكثير. كاين يا البنات اللي ما يكونش عنده في الدار، يعني يقعد غير يشكي ويتذمر، وعلاه ما يحمدش ربي على الحوايج الاخرى اللي عطاهم له، مثال الصحه الجيده، الذريه الصالحه، العافيه اللي راه فيها. ربي سبحانه قد ما تحمديه راه يعطيك الشيء اللي راه خاصك مهما يكون. من لم يشكر القليل لن يشكر الكثير. بالشكر تدوم النعم، الشكر لله يزيد النعم والجحود ينقصها. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. من شكر الله زاد الله من فضله. فلازم الواحد يكون قنوع وشكور لربي سبحانه. قد ما تكون في الضيق تحمدو وتشكرو راح توسع عليك، وقد ما تكون في الهم والبلاء تحمدو وتشكرو راح يزول البلاء والهم إن شاء الله. فاستعينوا دائما بالحمد لله والشكر لله. وهنا يا البنات بعد ما دخلت جبت هذوك لي بورت من البلاكار، فرغت لي كانوا فيهم شويه، فرغت وغسلت غير لي فرغوا، وهذوك اللي مازالوا معمرين ما قربتهم ما مسيتهم، نضاف ولاباس عليهم، علاه نزيد على روحي خدمه. هيا غسلتهم وقطرتهم ومسحتهم مليح ونشفتهم، بيسك ما عنديش الوقت ولا الصبر باش نخليهم ينشفوا وحدهم. وحكمت عمرتهم كامل هذاك المصروف اللي جبته، اللي درت فيها العدس، اللي درت فيها جلبانة، اللي درت فيها المقارونة، غلقتهم ورجعتهم كامل بلايصة. وهذا كان روتيني اللي درته لكم اليوم. شوفوا البنات، بالنسبة لتعليقاتكم بزاف قالوا لي ديرينا جولة في دارك، وبزاف سقساوني على الأسعار تاع المبل. راني نخدم لكم في فيديو فيه جولة في داري مع كامل الأسعار والنصائح على الحاجة اللي تصلح واللي ما تصلحش. ان شاء الله تستفادوا منه، واستنوني بارك في الفيديوهات الجاية. وكثروا لي جميع البنات، راني قد ما نشوف اللي جام بزاف وتعليقات بزاف نتحمس اكثر واكثر ونزيد نعصر روحي ونكسري لي. وهنا يا البنات وصلنا نهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، والى فيديو وروتين جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.